السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو يا جماعة مهم جدا لعشاق الفانيلا الحمراء، أخبار النادي الأهلي، صفقات النادي الأهلي، إيه اللعيبة اللي الأهلي ناوي يجيبها الموسم الجديد، كولر طلب من النادي الأهلي إيه اللعيبة اللي هو محتاجها. طبعا كل الحاجات دي هتسمعوها في الفيديو مع الكورة مع الزنفولي. فالحاجات دي يا جماعة حاجات وكواليس مهمة جدا مش هتسمعها غير في الكورة مع الزنفولي. فريت يا جماعة الاشتراك في قناة الكورة مع الزنفولي او قناة محمود الزنفولي على الفيسبوك. نبدأ طبعا بالاخبار. النادي الاهلي يا جماعة، طبعا كولر طلب من ادارة النادي الاهلي المراكز اللي هو محتاجها الموسم الجديد. كولر محتاج ايه بقى يا جماعة؟ كولر قال لإدارة النادي الأهلي أنا محتاج 2 مدافعين ورا، ومحتاج باك شمال، ومحتاج 2 فراودة. دي الاحتياجات كولر الموسم الجديد. طبعا انتوا عارفين اللي الحته اللي ورا في النادي الاهلي في مشكله كبيره في الدفاع. الاهلي ما عندوش غير محمد عبد المنعم، وعنده ياسر، وعنده رامي ربيع، وفي كلام طبعا اللي خلاص محمود متولي بره قائمه الاهلي الموسم الجديد وبنسبه كبيره. فالاهلي عنده ياسر وعنده رامي، وطبعا انتوا عارفين ان ياسر ورامي اصاباتهم كتير جدا. يعني انت كده ما عندكش غير محمد عبد المنعم بتعتمد عليه. محمد عبد المنعم كمان عنده مشكله اللي هو مش عايز يجدد لحد دلوقتي في النادي الاهلي وعايز يحترف. فطبعا محمد عبد المنعم لو طلع هيبقى في مشكله كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي. فالاهلي بيحاول يخلص في 2 أو 3 لعيبه ورا، طبعا للموسم الجديد. في كلام اللي فيه زد، نادي زد عايز ياخد القندوسي وعايز ياخد كريستو اعاره السنه الجايه، والاهلي يشوف اللعيبه اللي هو محتاجها ايه من زد. يعني في كلام كده صفقه عايزه ايه، يعني صفقه تبادليه بين زد كده والنادي الاهلي. طبعا الكلام ده مش هتسمعه في حته تاني. فالاهلي لحد دلوقتي لسه بيفكر في الموضوع. وطبعا زد بعت برضو للنادي الاهلي اللعيبه، يعني في دلوقتي في زد مصطفى زيكو الاهلي برضو مهتم بيه. عندك مصطفى العش، عندك محمد اسماعيل، ال3 لعيبه دول الاهلي مهتم بيهم. 2 بيلعبوا في الدفاع وواحد بيلعب جناح. فهل الاهلي هيطلع القندوسي ويطلع كريستو اعاره وياخد على الاقل 2 لعيبه بيع نهائي؟ ده اللي ايه طبعا هنشوفه الفتره الجايه. عندك 2 لعيبه مهمين في زد برضو، محمد اسماعيل ومصطفى العيش، لعيبه كويسه ولعيبه يعني كويسه في مركز الدفاع. فالاهلي محتاج مدافعين. وانا عندي برضو مصطفى زيكو لعيب كويس جدا ولعيب هداف، لعيب بيلعب جناح. فهل هيحصل صفقه تبادليه بين الاهلي وبين زد؟ ده اللي هنعرفه الفتره الجايه. انا بقول لك الاهلي خلاص خلص في اياد العسقلاني، مدافع اللي كان بيلعب في نادي اسماعيلي سابقا. خلاص بنسبه 70% اياد العسقلاني في النادي الاهلي. ده يعتبر اول مدافع النادي الاهلي خلاص يتعاقد معاه. طبعا لجنه الكوره طبعا او لجنه التخطيط كلمت كولر على 2 المدافعين اللي قلت لك عليهم، محمد اسماعيل ومصطفى العيش. عرضوا طبعا اتعرضوا على النادي، على كولر يشوف مين ممكن فيهم يجي النادي الاهلي. في برضه لعيب جزائري معروض على النادي الاهلي، والاهلي برضه كان بيفكر فيه السنه اللي فاتت ولسه برضه الصفقه ما تمتش. فالسنه دي برضه دخل في الحزب. مين اللعيب ده يا جماعه؟ لعيب بيلعب في اتحاد العاصمه اسمه زين الدين بالعيد. زين الدين بالعيد ده لعيب اتحاد العاصمه، مدافع قوي. الاهلي كان بيفكر فيه السنه اللي فاتت، طبعا ما تمتش طبعا السنه اللي فاتت، والسنه دي دخل في الحسبه. كولر شافه معجب بيه. بس اللعيب ده لو جه في حاله واحده بس، اللعيب ده لو جه للنادي الاهلي في حاله الاهلي محمد عبد المنعم خلاص طلع من النادي الاهلي، او محمد عبد المنعم ما رضاش يجدد في النادي الاهلي واحترف، فالاهلي ممكن يجيب زين الدين بالعبيد مكان محمد عبد المنعم مع اياد العسقلاني، مع ممكن واحد من الاثنين اللي هو محمد اسماعيل او مصطفى العيش. هم ال3 4 لعيبه دول الاهلي بيفكر فيهم ورا. نسبة كبيرة 2 أو 3 منهم هيجوا النادي الأهلي السنة الجاية. ده بالنسبة للدفاع. نيجي ناحية الشمال. خلاص الأهلي هيرجع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا. خلاص الأهلي هيرجعه السنة دي.
مع علي معلول مع كريم الدبيس. طبعا علي معلول لحد دلوقتي ما جددش للنادي الاهلي. الاهلي عايز يجدد له سنه واحده بمبلغ 800 ألف دولار و200 ألف دولار تانيين، يعني إيه إعلانات والكلام ده، يعني المبلغ كله يخش له في مليون دولار. علي معلول كان بياخد في النادي الأهلي مليون و300 ألف دولار، معاهم برضو 200 ألف دولار برضو إعلانات وامتيازات. فالأهلي قلل راتب علي معلول بمليون دولار وتجديد سنة واحدة. طبعا علي معلول مش موافق بالكلام ده، فبنسبة كبيرة ممكن علي معلول يخرج للخليج. فكده علي معلول كده خلاص ممكن بنسبة كبيرة بره النادي الأهلي السنة الجاية. فدلوقتي هيبقى في مشكلة، انت هتعتمد على محمد شكري وكريم الدبيس بس. طبعا لحد دلوقتي كولر مش مقتنع بمحمد شكري قوي ومش مقتنع بكريم الدبيس. ففي كلام برضو اللي ممكن الاهلي يجيب لعيب محترف مكان علي معلول. عندك مين اللعيب ده اللي انا اتكلمت عليه قبل كده فيديوهاتي؟ اسمه يحيى عطية الله. يحيى عطية الله يا جماعة لعيب دولي في منتخب المغرب، كان بيلعب في الوداد، عنده خبرات دولية وعنده طبعا خبرة في أفريقيا. فاللعيب ده أنا شايفه عنده 28 سنة، لعيب كويس، يعني ممكن يبقى مكان علي معلول الفترة الجاية، يقعد معاه 4 5 سنين مع محمد شكري مع كريم الدبيس، يبقى أنت كده إيه قفلت ناحية الشمال. فلحد دلوقتي برضه لسه في كلام من ناحية الشمال في النادي الأهلي، بس خلاص محمد شكري راجع النادي الاهلي مع كريم الدبيس. هنشوف بقى هل علي معلول هيطلع ولا هيكمل ويجدد سنه. ده اللي هنشوف طبعا برضو الفتره الجايه. يبقى خلاص كده احنا قلنا عياد العسقلاني ومحمد شكري. برضو القندوسي راجع، يعني الاثنين لعيبه دول القندوسي خلاص برضو راجع النادي الاهلي. انا شايف القندوسي مهم جدا في النادي الاهلي. انا لو من الاهلي لا معروش تاني واجيبه يكمل مع النادي الاهلي الفتره الجايه. القندوسي عامل فتره كويسه جدا مع سيراميكا، وكمان امبارح سمعت اللي هو عمل ماتش قوي جدا مع ايه مع الجزائر. كان الجزائر خسرانه ونزل غير الماتش خالص. فانا شايف كريم محمد شكري والقندوسي وائل عسقلاني الثلاثه دول لازم يبقوا موجودين السنه الجايه في النادي الاهلي. نيجي بقى للحته الهجوميه. خلاص موديتس خلاص يا جماعه اخر سنه ليه السنه دي مع النادي الاهلي. خلاص كده موديتس خلاص السنه الجايه بره النادي الاهلي. فالاهلي كان بيفكر في اسامه فيصل، واتكلم مع البنك الاهلي اللي هو ياخد اسامه فيصل. انا شايف اسامه فيصل من احسن المهاجمين، من احسن المهاجمين في مصر في الفتره الحاليه. فبعد ما الاهلي اتكلم مع اسامه فيصل جت كلام اللي محمد شريف خلاص عايز يرجع. محمد شريف خلاص هنا قعدوا مع بره مع الفرقه السعوديه وحاول هو عايز يرجع مصر. فهل الاهلي هيسيب اسامه فيصل ويجيب محمد شريف بعد ما خلاص كان يعني الاهلي هيخلص خلاص مع اسامه فيصل مع البنك الاهلي خلاص هيجيبه؟ فاحنا برضو هنشوف هل الاهلي هيعمل ايه في الحته الهجوميه. طبعا الاهلي عايز 2 فراوده، عايز كولر عايز مهاجم اجنبي وعايز برضو مهاجم محلي. انا من رايي الاهلي يجيب محمد شريف ويجيب اسامه فيصل الاثنين، ده من رايي السنه الجايه. طبعا اسامه فيصل لعيب تكتيك كويس جدا، لعيب تقيل بيقدر يقف كويس، بيتحرك كويس، محطه كويسه. محمد شريف برضو لعيب ممكن تستخدمه مش مهاجم بس، ممكن تستخدمه جناح برضو. فانا شايف اتنين لعيبه دول لما يكون النادي الاهلي برضو هيبقوا صفقتين قويتين برضو مع النادي الاهلي. محمد شريف واسامه فيصل مهاجمين طبعا، هيبقى مهم جدا للنادي الاهلي اتنين دول يجوا النادي الاهلي الفتره الجايه. مع ممكن تجيب مهاجم اجنبي او ممكن ما تجيبش مهاجم اجنبي، ممكن الاتنين دول بس يسدوا مع وسام ابو علي، يبقوا 3 مهاجمين عندك محمد شريف واسامه فيصل وسام ابو علي، 3 لعيبه كويسين جدا قدام النادي الاهلي. والاهلي يفكر بعد كده يشيل موديس بقى، يختار يجيب بقى لعيب مدافع اجنبي، يجيب باك شمال اجنبي. فبرضه خلي بالك في دربك طبعا في الاجانب في النادي الاهلي. في كلام كتير ممكن ديانج يطلع من النادي الاهلي السنه الجايه، ممكن علي معلول برضه ما يكملش السنه الجايه، موديتس مش هيكمل السنه الجايه. يبقى عندك 3 اجانب طالعين. انت طبعا هتدخل القندوسي مكان واحد فيهم، فانت محتاج ممكن تجيب 2 اجانب تاني، ممكن تجيب واحد باك شمال، تجيب مدافع. طبعا الدوري المصري لحد دلوقتي مفيش مدافع برضه قوي
يلعب في نادي الاهلي او نادي الزمالك. فانت ممكن تستغل حته الاجانب دي وتجيب لعيبه تقيله في مراكز انت محتاجها، زي المدافع او الباك الشمال. طبعا باك شمال برضو الاهلي ما عندوش، مصر مفيش باك شمال برضو قوي غير محمد شكري لحد دلوقتي هو اللي ظاهر في الدوري المصري. ده بالنسبه لصفقات الاهلي بيفكر يجيبها السنه الجايه. نيجي بقى لاصابه امام عاشور. طبعا اصابه امام عاشور دي يعني جت في وقت صعب جدا. الاهلي داخل طبعا على مطوشه تقيله قوي، دخل على ماتش سيمبا ودخل في الدوري، ومع معد بقى مطوشه الدوري عايز يخلص الدوري بدري بدري النادي الاهلي. فانت طبعا امام عاشور يعتبر من العناصر الاساسيه في الفريق ولعيب مهم جدا، ويعتبر من احسن لعيبه في مصر في خط النص. فالاصابه في الوقت ده يعني ضربه قويه جدا للنادي الاهلي. طبعا لسه الاشاعه لسه دلوقتي بيشوفوا الاشاعه، ممكن يخش بقى يعني يخش بقى عمليه ولا يعني يحصل ايه. بس بنسبه كبيره امام عاشور كده هيغيب على الاقل شهرين او شهرين ونص عن النادي الاهلي. طبعا ضربه قويه جدا للنادي الاهلي. طبعا يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. طبعا انا زعلان جدا طبعا يعني على امام عاشور، وكان انا شايف من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي، بس الحمد لله يرجع احسن من الاول ان شاء الله. طبعا دي كل اخبار النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي. يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في قناه الكوره مع الزنفولي على اليوتيوب، قناه محمود الزنفولي على الفيسبوك، وشير يا جماعه على قد ما تقدروا. ان شاء الله في حلقه هتكلم فيها عن نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك ان شاء الله. استنونا بكره ان شاء الله فيديو عن اخبار نادي الزمالك وصفقات نادي الزمالك، والاهلي ناوي والزمالك ناوي يجيب ايه في اللعيبه الجديده الموسم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.